مصر أم البدايات وأولى الحضارات، سحر الماضي وعبق الذكريات، تاريخ لا يعرف نسيان، وماض باق في العقل والوجدان، كأن الجدران تروي قصص الزمان وتحكي بطولات الأولين. نمضي إلى حيث يأخذنا الحنان، لعصور خلت وأمجاد أبت، إلا أن تبقى على مر السنين، وكأنما الماضي البعيد يولد من جديد. هكذا تم إنشاء المتحف الحربي بمبنى مقر وزارة الدفاع القديم بشارع الفلكي بعد عام من تقديم الاقتراح، ومنها انتقل المتحف لمقره المؤقت بحي جاردن سيتي بعد عام من تأسيسه، قبل أن ينتقل لموقعه الحالي الفريد بقصر الحرب بالقلعة عام 1949. جهد متعاقب يتم تتويجه اليوم بالتطوير الشامل والمتكامل للمتحف الحربي بالقلعة. هكذا يتجلى ماضي مصر وحاضرها على أروع ما يكون. يقودنا العرض المتحفي المفتوح انطلاقا من تمثال إبراهيم باشا، رمز العسكرية المصرية في العصر الحديث، إلى الاستعراض العام لنماذج من الأسلحة المصرية لحروب مصر المعاصرة، وتمثال سليمان باشا الفرنساوي أحد أهم قادة الجيش المصري في العصر الحديث، ونافورة أثرية محاطة بأعمدة يونانية ورومانية. يأخذنا التجوال من هناك إلى بوابة المتحف الرئيسية، نتأمل ما تحويه قاعة المبنى من كنوز عسكرية فنية لا تقدر بثمن، بانوراما حية ومشاهد تتابعية زمنية لبطولات العسكرية المصرية على مدى العصور. تتجلى المعروضات في تتابع زمني تاريخي بدءا بالعصر الفرعوني، حيث تروي القاعة مراحل إنشاء أول جيش نظامي في التاريخ، عصر ما قبل الأسرات. يروي لنا قصة بداية استخدام المصريين القدماء للأسلحة وتوحيد القطران. وتحكي القاعات عن انتصارات جيش مصر وقادته العظام من خلال معروضات الدولة القديمة والدولة الوسطى. يعيد ممر الدولة الحديثة اكتشاف المزيد من البطولات عبر عشرات المقتنيات والمعروضات. نصغي سويا لأصداء أصوات معركة يافا إبان عهد الملك تحتمس الثاني. نمضي قدما إلى حيث يتجلى تاريخ العسكرية المصرية في الدولة الحديثة، نطالع ما أسفرت عنه بطولات الجيش المصري في معركة قادش بقيادة الملك رمسيس الثاني ضد الحيثيين، انتهاء بعقد أول معاهدة سلام في التاريخ. تموج القاعة بأصداء معارك الجيش المصري في الصحاري الغربية. نشهد أنواع المعارك البحرية، تلك التي انتهت بانتصارات الملك رمسيس الثالث ضد إقليم زابل. تتتابع حلقات التاريخ المصري وصولا للعصر اليوناني والروماني، ترصد بانوراما الحرب، مستوى الكفاءة القتالية للعسكرية المصرية إبان العصر البطلمي، وتحديدا في معركة رفح، إلى العصر الإسلامي، حيث تتجلى عناصر إعداد القوة ورباط الخيل، عرض يليق بخير أجناد الأرض. أولى المعارك الكبرى معركة حصن بابليون، والتي أنهى فيها الجيش الإسلامي حكم الرومان إلى غير رجعة. ديوراما المعركة تروي تفاصيل الملحمة. القاعة الصيفية تعرض ماكت بالحجم الطبيعي لمجلس العدل في عهد محمد علي باشا، ونافورة رخامية كانت تستخدم كجهاز إنذار وتشويش. وقاعة السلاح
التي تعرض تطور السلاح الناري بداية من القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين، والأسلحة البيضاء التي ترجع إلى العصور الإسلامية المختلفة. يتوج العرض المتحفي لتطور الجيش المصري بتتابع زمني يقودنا للدولة الأيوبية ومعركة حطين. هكذا يسجل المتحف تفاصيل أعظم انتصار عربي على الصليبيين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي. تمر السنوات ويلقى الصليبيون هزيمة منكرة في مهاجمة مصر في معركة المنصورة، حيث انتهى الأمر بأسر ملك فرنسا لويس التاسع. غير بعيد عن هذا المشهد البطولي نتابع أصداء معارك العصر المملوكي متوجة بدحر فلول قوات المغول. ديوراما معركة عين جالوت شاهد حي على عبقرية أداء الجيش المصري، وتتوالى المحطات التاريخية بوصول الحملة الفرنسية أرض مصر، لتتوالى روائع المقاومة الشعبية ويلوح فجر مصر الحديث، حاملا معه بشائر إعادة بناء العسكرية المصرية إبان عصر محمد علي. دولة فتية أمكنها تكوين إمبراطورية عمادها جيش عصري قوي. تزداد الواجهات المتحفية بنفائس وتذكارات لأعظم الانتصارات إبان حكم الأسرة العلوية. ولا يخلو المشهد هنا من الرواية الكاملة لملحمة حفر قناة السويس، قصة الثورة العربية وملاحم المقاومة العسكرية والشعبية للاحتلال الإنجليزي، وصولا لثورة عام 1919 وما تلاها من سنوات نزال تروي لنا صفحات من تاريخ مصر المعاصر، وصولا لثورة يوليو عام 1952 وما أعقبها من ملاحم القتال خلال المواجهات العربية الإسرائيلية، مع تمثيل نسبي للعديد من الأسلحة والمعدات القتالية، بدءا بحرب العدوان الثلاثي عام 1956 وصولا لحرب السادس من أكتوبر عام 1973. ويضم المتحف العديد من القاعات التاريخية للأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والهيئات والإدارات وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. ومن التطور التكنولوجي تم إنشاء قاعة الكالتشوراما وتعرض فيلما تفاعليا عن العسكرية المصرية عبر العصور المختلفة، كما تم استحداث أسلوب العرض ليكون بتقنية ثلاثية الأبعاد من خلال الهولوجرام، كما تم إضافة العديد من اللغات لكافة الزائرين من خلال الأوديو جايد، هذا بالإضافة إلى تجهيز القاعات بشاشات العرض. وفي القاعة الرئيسية بالمتحف تم استحداث بريزنتر لاستقبال وشرح ماكيت المتحف، هذا بالإضافة إلى العديد من القاعات الجديدة مثل قاعة تحيا مصر، قاعة تعليم المتحفي لذوي الهمم، قاعة للعرض المتغير وأنشطة وورش للأطفال، كافيتيريا مزودة بدورة مياه مجهزة لذوي الهمم، مع تزويد المتحف بقطع أثرية تزيد عن 390 قطعة بدعم موفر من وزارة الآثار. وهكذا يبقى تاريخنا العسكري حافلا وزاخرا وشاهدا على حقب زمنية عديدة، دائما وأبدا ما نفخر به ونستلهم منه لصنع حاضر يليق بنا ومستقبل أفضل للقادم من أجيال.